النهارده راجعه لكم فيديو جديد ومختلف. وصفه كلنا بنحبها كبار وصغيرين، وهي فراخ كنتاكي مع الرز الريزو بالصوص الخطير اللي على الرز ده، اللي يتاكل اكل مع الفراخ الكريسبي المستويه من جوه وطعمها تحفه، بمكونات متوفره عندنا كلنا وبدائلها لو مش متوفره، بطريقه سهله جدا وبسيطه وسهله جدا للمبتدئين ان هم يجربوها. اتمنى انها تنال اعجابكم. تعالوا يلا نشوف عملنا الوصفه ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. لو اول مره بتشوفوني انا رضوى، اتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس. حضرت عندي البهارات، والبهارات في الوصفه دي لازم تكون حبه صحيحه ومش مطحونه. بحضر عندي القرنفل والكبه الصيني والحبهان ورق اللوري والفلفل الاسود حب، وبصل باودر وتوم باودر. هي دي كل البهارات اللي انا هستخدمها في الوصفه، بس بحب اطحنها في الوقت اللي انا هشتغل بيه علشان تديني نكهه عاليه جدا، متبقاش نكهتها مش واضحه. بحط مكعب مرق ومعلقه كبيره من الملح وابتدي اطحنهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده في المطحنه. ده سر من اسرار نجاح الوصفه. بجيب عندي فرخه، انا بحب انزعها من الجلد، لو انتي مش حابه ما تنزعهوش ممكن تخليه عادي جدا. وبحب اجيب الفرخه يكون ما تزيدش عن كيلو ونص، كيلو 700 جرام، علشان تستوي عندي بسرعه، لان هي بنعملها من غير سلق، فنتاكد ان احنا هناكلها تكون مستويه عشان لو اطفال هتاكلها او كده. فبنجيبها فرخه صغيره ونبتدي نعمل فيها فتحات زي ما انتم شايفين كده، وننقعها طبعا ونغسلها بالخل والملح والليمون كويس قوي ورشه كده من الدقيق. واهم حاجه نظافه الفرخه وغسلها كويس عشان تدينا نتيجه وطعم مضمون. بعد كده هاخد البهارات اللي انا طحنتها، هنزل الاول بالبصل باودر والثوم باودر، دول اساسي مطحونين. هنزل بقى بالبهارات التانية وهبتدي ادعك الفراخ بيهم لغايه لما كل قطعه من الفراخ بتاعتي تتشبع البهارات دي. ووصفة الفراخ كنتاكي او الفرايد تشيكن، الناس كلها بتحصرها في الدبابيس او في الأجنحة او في الكتف بتاع الفرخة. لا، احنا النهاردة عملناها بالفرخة كلها، وهتشوفوا النتيجة والطعم. مش قادرة اقول لكم حاجة هتبهرك وهتبهر ولادك جدا. اهم حاجة الخطوة بتاعة دعك الفراخ بالبهارات. انا قعدت حوالي 5 دقايق ادعك الفراخ بالبهارات، بس طبعا انا هنا بكون مجريه الفيديو عشان وقتكم، فبشتغل طبعا وقت اطول في دعك الفراخ دي. لازم اعمل لها مساج كده بالتوابل دي عشان تشربها كويس قوي. بعد كده بحط الفراخ على جنب وبعمل تاني خطوة من تتبيلة الفراخ، وهي المستردة وعلبة من الزبادي اللي هي 110 جرام او علبة كبيرة عامة، وليمونة كبيرة، عصير ليمونة مع المستردة. بنحط المستردة مع عصير الليمون. اول حاجة الليمون بيفتت خلايا الدجاج وبيخليها تستوي بسرعة، والمستردة بتدي نكهة حلوة شوية، وبتدي كمان النكهة بتاعة الفراخ اللي هي الفرايد تشيكن اللي بنجيبها من بره، بيبقى فيها طعم النكهة. وانا جربته في بديل تاني للمستردة، في حاجة اسمها بودرة خردل بتتباع عند العطار، ممكن نلاقيها عند اي عطار، متوفرة جدا يعني، موجودة. بنحطها بديل المستردة، بنحط نص معلقة صغيرة. هنا ابتديت ان انا حطيت المستردة على عصير الليمونة، وابتدي ان انا اخفق الزبادي مع المستردة ومع الليمون لغاية لما يبقى صوص عندي سايل، وهنزل بيه على الفراخ. وبرضو ابتدي ادعك الفراخ مع الصوص ده مع التوابل اللي احنا حاطينها، هتلاقي نتيجة وطعم تحفة. الخلطة دي او التتبيلة دي لو انت حابة تعمليها وتشيليها في التلاجة او تشيليها في الفريزر، كل ما قعد في التتبيلة بيكون احسن. لو عملتيها قبليها بليلة تمام، عملتيها قبليها بوقت مثلا لما بتشتري فراخ بتاعتك بتاعت الشهر وحبيتي التتبيلة دي علشان هتعمليها، كل ما بتقعديها في الفراخ التتبيلة كل ما كانت احسن، وتحصلي على افضل نتيجة واحسن نتيجة في السوا كمان. التتبيله بقى انا عملتها وحطيتها على جنب. بعد كده هحضر بقى الصوص اللي هشتغل بيه في بقيه الوصفه، الصوص بتاع الرز الريزو اللي عليه اختلاف كبير. اهم حاجه في الصوص ده هو الكاتشب والباربيكيو صوص. الكاتشب باربيكيو صوص دول ملهمش بدائل، دول اساسيين. ممكن نستغنى عن واحد فيهم ونحط حاجه واحده، يعني ممكن نحط كميه الباربيكيو صوص والكاتشب نحطهم نفس الكميه نضعفها. هحط بقى، انا هنا حطيت نص كوبايه من الكاتشب، نص كوبايه من الباربيكيو، عليهم معلقتين كبار من الصوص الحار، عليهم معلقتين كبار من الصويا صوص. اي صوص غامق حطيه، معلقه عسل ابيض كبيره ومعلقه عسل اسود. هنا لو ما عندكيش النوعين من العسل هتحطي معلقتين من العسل الاسود او معلقتين من العسل الابيض المتوفر عندك. لو ما عندكيش كاتشب هتحطي صويا صوص، هتحطي صويا صوص وباربيكيو مع برضو العسل. ما عندكيش الاتنين هتحطي كاتشب بس وتحطي صويا صوص والعسل الاسود بس. ممكن نحط عسل ابيض وكاتشب
بس طبعا لما بيكون متوفر الحاجات اللي انا قلتها دي بتسهل عليكي الطريقه وبتديكي نفس التركه بتاعت بره بالظبط، ونفس الطعم ونفس الريحه لما بيتحط على النار بيبقى ريحته تحفه. احضر عندي حله، طبعا مكونات الرز او عدد كوبايات الرز او الكميه اللي انت بتعمليها من الصوص او من الفراخ دي بترجع لعدد افراد اسرتك، وانت بتكتري كميه البهارات او بتضاعفي الكميه في الفراخ او في البصل او في اي حاجه احنا بنعملها حسب كميه او عدد افراد اسرتك. هنا حطيت البصل، حطيت زيت على زبده علشان الزبده ما تتحرقش، فبحط شويه من الزيت، وحطيت بصلايه متوسطه. انا هعمل 3 كوبايات رز، فانت طبعا المقدار بتاعك او حجم البصلايه حسب كميه الرز اللي انت هتعمليها. هبتدي بقى ان انا اقلب كده البصل مع الرز زي ما انتم البصل سوري مع الزيت والسمنه، وابتدي ان انا اقلبهم لغايه لما اشم ريحته وياخد لون كده حلو معايا. انزل عليه بمكعبين من المرق، وفي الوصفه دي مش هينفع نتخطى خطوه مكعبين المرق لان هما اساسيين جدا في الوصفه، لان هما اللي بيدوا النكهه برضو بتاعه الرز الريزو بتاع بره. لو جربتوا الوصفه وتخطيتوا مرحله المكعب مش هتطلع معاكم الوصفه ظابطه زي اللي بتجيبوها من بره. ابتدي ان انا ادوبهم كده، وبعد كده انزل بجزء من الصوص اللي انا عملته. مش هحط الصوص كله علشان الصوص ده هحط بقيته على الرز لما يطلع ان شاء الله، فما بحطوش كله في الحله بتاعه الرز. بس طعم الرز بيختلف جدا كل ما كترنا كميه الصوص، يعني كل ما حطيتي صوص اكتر مع كميه رز اقل طعم الرز بيبقى في حته تانية خالص، بيبقى بيتاكل لوحده كده مش محتاج اي حاجه معاه. انا هنا زودت شويه صوص تاني بعد ما قلبته ولقيته محتاج. غسلت عندي 3 كوبايات من الرز المصري، لازم يا جماعه يكون رز مصري. حابه تعمليه بالرز البسمتي اعمليه، بس برضو مش بيطلع طعمه زي بتاع الرز المصري تماما. غسلت 3 كوبايات وصفيتهم كويس، وبعد كده نزلت بيهم على البصل. هبتدي ان انا هقلب الرز شويه اشوحه مع البصل علشان يبتدي يشرب السمنه والزيت، وانزل بمعلقه من الكاري ومعلقه من الكركم، معلقه صغيره مش معلقه كبيره، علشان الكاري والكركم احيانا بيدوا طعم مرارة كده. بعد كده بكون بغلي ميه عندي في الغلايه بتاعتي وبنزل بيها على الرز، ولازم تكون ميه مغليه علشان الصوص ده بيخلي الرز يلزق شويه، فالميه مغليه بتساعد على عدم التصاق الرز. وطبعا الحله لازم تكون غير قابله للالصاق زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا اقلبه واحضر بقى عندي الغطا بتاع الفراخ. هجيب عندي كوبايه من الدقيق ونص من النشا، والبهارات اللي انا طحنتها في الاول مع الفراخ بشيل منها معلقه كبيره بنزل بيها على الدقيق. هبتدي انزل بقطع الفراخ. تعملي بقى اي قطعه انت عايزاها من اللي انت نقعتيها كلهم، والله يا جماعه بيبقى سوا واحد، الصدر زي الورك ما بتفرقش معانا، الفخده الدبوس كله عندي بيطلع سوا واحد. انا هنا كان الكاميرا عندي فصلت، المفروض ان انا بخلطها بالدقيق وبعد كده بعمل لها طبقه، وبعد كده بنزلها في ميه ساقعه متلجه، بجيب شويه ميه بحط فيهم تلج مكعبات، وبنزل بقطعه الفرخه بسرعه جدا وارجعها تاني في الدقيق علشان تديني التوميجه اللي انتوا شايفينها دي. بتعملي الفراخ وبتقليها على طول، ما بتعمليهاش وتركنيها جنبك، لازم تعمليها وتنزلي بيها في زيت غزير جدا ويكون سخن علشان تقفل معايا بسرعه. اول ما تقفل وتدي اللون اللي انتم شايفينه ده ببتدي اوطي النار شويه عشان اتاكد ان الفراخ عندي استوت. بس يا جماعه ما بغطيهاش لان انا جربت كتير جدا طرق كتير جدا للفراخ الفرايد تشيكن، لما كنت بغطيها كان الكفر عندي بيفك من على الفراخ، لان الفراخ طبعا بيكون فيها سوائل فبتطلع وبتفك الكفر. هنا بعد ما طلعتها وحمرتها والرز بتاعي استوى وغرفته، عملته كده في بوله ورشيت عليه بقيه الصوص بتاع الريزو. كان طعمه تحفه وريحته كانت خطيره، وريحه البهارات الفريش اللي لسه كانت حصى وطحنينها في الفراخ كانت رهيبه جدا مع القلي. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه واكيد هتعجبكم جدا، وهتحسوا ان انتوا عملتوا جو جديد وتغيير. والوجبه دي بالنسبه لي انا وولادي بتكون محببه جدا في الشتاء مش في الصيف لانها بتكون تقيله شويه مش خفيفه. اتمنى انها تكون عجبتكم واتمنى تجربوها واتمنى تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. كانت معكم رضوى السيد.